السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده إن شاء الله يوم جديد من قدام فراخنا. النهارده اليوم ال14 بتاعهم. أنا ابتديت اللي أنا أحط لهم العلافة تاني، الحمد لله من امبارح ابتدوا ياكلوا منها كويس. قبل كده لما كنا ربطنا العلافة دي ما كانوش عارفين ياكلوا منها، الحمد لله دلوقتي طايلينها. كل ما الفرخ بتاعك يكبر، أنا مش عارفة كل شوية يتعاركوا ويضربوا في بعض ليه. أنت الهادي يا رب. كل ما الفرخ بتاعك يكبر ابتدي ان انت ارفعي العلافة والسقاية فوق، يعني ترفعيهم يبقوا في مستوى راسه، الفرخ ما يوطيش عشان ياكل، فاهمني؟ الحركة دي بقى بتعمل ايه؟ بتخلي الفرخ وهو بياكل وهو بيشرب بيشب كده، بيربي لحمة بقى في صدره. انا النهارده هحط لهم على العلف بصلايه متوسطه، انا هقطعها اهي. بصلايه متوسطه، البصل مضاد حيوي حلو قوي ليهم. هقطع البصلايه دي، وكل اللي هحط عليها شويه كركم وشويه كزبره. يبقى يوم كده هنشتغل رافع مناعه، يوم هنشتغل مضاد حيوي، يوم نشتغل مطهر معوي. انتوا شفتوا برضو لما حطينا الشيح مع بعض. البصل من المضادات الحيويه الحلوه قوي ليهم، بدل ما الفرخ بقى يتعب منك وتخش في مضاد حيوي تنفسي، وهم اصلا ما بيحبوش المضاد الحيوي التنفسي ده خالص، لان بيبقى صعب، طعمه صعب قوي عليهم. فانا اهو على العلف، احنا لسه على العلف الناعم زي ما احنا. ان شاء الله بكره اليوم ال15 هنبتدي ان احنا مثلا هتجيبي، لو انت بتحطي كيلو تحطي 3/4 علف وسط على ربع علف ناعم، او نص كيلو ونص كيلو. شويه بشويه هنبتدي نسحب العلف الناعم واحده واحده، ونخلينا على العلف الوسط. يبقى هنحط مثلا الطبق كله علف وسط، خلاص هنسحب الناعم واحده واحده شويه، وهنبتدي نخلط العلف الوسط مع العلف الخشن اللي هو العلف السوبر الحبايه الكامله ده. نسيب لهم شوية متخلط العلف السوبر مع العلف الوسط، وشوية ونسحب الوسط خالص، ونكمل بقى دورتنا على العلف السوبر. هنا انا اهو البصلية قطعتها، كل اللي هحط عليها زي ما اتفقنا هنحط معلقة واحدة من الكزبرة الناشفة اللي احنا بنطبخ بيها عادي، وهحط قدها شوية كركم. الكركم برضو حلو قوي ليهم، انا طول الدورة ما بستغناش عنه، يعني هزود اي عشبة بس برضو معاها كركم، او كركم في وقت مثلا حلبة في وقت، الشيح في وقت، لان الشيح ما بيحبش حاجة معاه خالص. انا هنا اهو بقلب لهم الاكل. باحاول ان انا اكسر لهم البصل برضو حتت صغيره على قد بقهم عشان يعرفوا ياكلوه، لان هم اول حاجه بيخطفوها من بعض البصل زي ما انتوا شفتوا بعينيكم، وهتشوفوا يعني طول ما انتم مكملين معايا في خناقات وفي ضرب وفي حاجات بتحصل كده منهم. وبالذات لما بيتحط لهم حاجه هم بيحبوها، البصل من الحاجات المحببه قوي ليهم. البروتين زي ما انتوا شفتوا لما حطينا الجبنه برضو، الزبادي كانوا لسه صغيرين، يعني ما كانش العريق قد كده. فانا هنا هقلب لهم وابتدي ان انا احط لهم الاكل. هحط شويه في البريم اللي بحط لهم جوه، لاني طبعا مش العدد كله بيقدر ان هو يقف على راس السبت ان هو يمد بقه للعلافه. فانا بحط برضه عشان اضمن ان مفيش مثلا حبه منهم مش بياكلوا او حاجه، بحط شويه في طاجن جوه، او اتنين طواجن يعني، وشويه في العلافه بره. العلافه طبعا بملاها العلافه عشان بتبقى غويطه، فبملاها لازم تبقى مليانه عشان هم يطولوا الاكل. الله يهديك يا رب. فبحط لهم شويه في الطاجن جوه، وشويه الباقي بحط لهم في العلافه بره. اهم حاجه زي ما قلنا عينيكي تتاكدي ان الفراخ كلها بتاكل. بصوا كل شويه يقلبوا العلافه. الناعم خلاص، بصوا شايفين في العلافه الناعم هم ابتدوا خلاص بقى كبروا عليه، فاحنا ان شاء الله بامر الله بكره نوزن مع بعض. لو الاوزان ظبطت زي ما احنا متوقعين ان شاء الله. اهو البصل، حرامي البصل. حرامي البصل وصل. اتفضلوا. ممكن عندهم استعداد يسيبوا العلف وياكلوا البصل خلاص. والبرضه من الحاجات اللي بيحبوها قوي البنجر. البنجر يا سلام، لو جبتي بنجرايه وبشرتيها وحطيتي قدامهم كده، وبالذات اللون الاحمر بيشدهم، ولا حتى سلقتيها وبشرتيها كده، اخدتي الميه بتاعتها حطيتها لهم على الميه، برضه رافع مناعه وفي كميه حديد رهيبه. وبيحبوه قوي برضه هم البنجر، جربته برضه في دوره قبل كده. بطاطايه كده هاتيها وهي نيه مش مسلوقه، وهي نيه كده هاتيها بشرها لهم برضه وحطها لهم، برضه من الحاجات اللي بيحبوها قوي. بصوا، هو تربيه الشتاء عامه بتبقى كلها خير، كلها خير عن الصيف بصراحه. والكب طبعا حبيب الملايين، الفراخ الكب محببه قوي للناس اللي بتحب بالذات الفراخ البانيه. اهو بصوا انا حطيت البرام جوه، وحاطه لهم الميه بتاعتهم. ان شاء الله بامرك يا رب بكره هنبتدي نغير المرحله بتاعه العلف من ناعم لوسط زي ما اتفقنا. نوزن بس نطمن على الاوزان، ونبتدي ان احنا ايه، نغير لهم العلف كده ان شاء الله. بكره اليوم مش عارفه، كل شويه يتعاركوا، كل شويه عليك في قلب العش عندي. هشيل البرامات بتاعه الميه انضفها لهم. ونشوف النهارده هنحط لهم ايه على الميه. وربنا ينادي. بصوا العلفه
كل شويه يميلوها ويقلبوها، طبعا يتعاركوا مع بعض، يفضلوا ينكشوا في الاكل ويوقعوها تحت. احط الخشبه ما احطش خشبه، يقلبوها ويوقعوها تحت، مع اني ربطها 3 ربطات، مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. ربنا الهادي يا رب، ربنا الهادي الله يصلح حالهم. انا بحط الخشبه بحاول على قد ما اقدر، اللي انا برضو ايه، عشان هم لسه برضو صغيرين، مش طايلين العلافه قوي، مش متمكنين منها قوي. باحاول ان انا اضبطها لهم واميلها لهم بحيث ان هم ايه، يبقوا طايلينها. تتاكدي اهم حاجه ان الفرخ قدامك بياكل، مش هي يا دوب انت حاطه الاكل قدامهم وسايبه الاكل اكلوا ما اكلوش، لا غلط. عشان تاخدي الوزن اللي انت عايزاه، الدوره تبقى معاكي مرضيه، وتاخدي الوزن اللي انت عايزاه. هم لسه بيخطفوا من بعض البصل، كاني حاطه 10 كيلو بصل، انا حاطه بصلايه يتيمه، حاطه بصلايه واحده. هم بيحبوا البصل زي ما اتفقنا. ان شاء الله برضو بعد ما يتموا الوزن اللي احنا عايزينه، نص كيلو كده، هنبتدي بقى نزود في الخلطات بتاعتهم، الخلطة بتاعت البصل والثوم والخل والليمون في الخلاط كده مع بعض، اضربيهم. نتيجتها فظيعة، فيتامين سي بقى مع مضاد حيوي. بصي عايزة اقولك على حاجة، احنا لسه على النور الابيض اهو، خلاص ان اللمبة الصفراء بقى رفعناها خالص، مش محتاجينها التدفئة بتاعتهم، هم خلاص كبروا ما شاء الله. التدفئة دي بتحتاجيها اول 3 ايام، اول اسبوع، وبتبقى تمام. طول ما الكتكوت قدامك او الفرخ قدامك على راسه الشعر الاصفر كده، تعرفي ان هو ما شاء الله بيديكي وزن، لسه بيحول، لسه بياخد وزن. وما تقلقيش حكايه ان هو ما فيهوش ريش، ده كده حاجه كويسه قوي، ان هو الطاقه اللي بياخدها بيعملها لحم، مش بيعمل ريش عشان يدفي نفسه. دي برضه علامه مهمه من العلامات بتاعه التدفئه، ان انت تعرفي ان الفرخ بتاعك متدفي، ان هو مش بيكسي نفسه ريش، مش بياخد الاكل اللي بياخده يحوله ريش عشان يدفي نفسه. لا هو ما شاء الله التدفئه بتاعته كويسه، بيديكي لحم، بيديكي نتيجه كويسه، بيديكي وزن انت ترضي بيه. طول ما في الشعر الاصفر ده، تتاكدي ان الفرخ بتاعك لسه بيحول. عشان في ناس للاسف بلاقيها بتستعجل على العمر ال 30 يوم، والاقيها بتخلص من الدوره، مع اني احسن ايام تزود فيها وزن اللي هو بعد عمر ال 30. هنا انا اهو بحط لهم الميه بتاعتهم، طبعا الطواجن على طول بغسلها زي ما اتفقنا. هحط لهم الميه، واحط لهم النهارده على الميه شويه حلبه، مش هحط بقى الحب بتاع الحلبه مع البصل، انا هحط الباقي بتاع الكنكه ده في التلاجة. بكره برضه احط لهم على الميه حلبه، والحبه ابقى احطه ساعتها على العلف بتاعهم. انا هحط لهم شويه حلبه هنا وشويه حلبه هنا. الحلبه برضه من الحاجات اللي بتزود الوزن بطريقه حلوه. ويا سلام بقى لو عملت شويه حلبه وعسل ومعاهم حته خميره. انا بقول حته لان انا متعوده على الخميره البيره، ما بحبش الخميره الفوريه حتى في المخبوزات بتاعتي انا هنا في البيت. وهتشوفوا مع بعض برضو في القناه. هنا انا حطيت لهم الحلبه والعسل بس، لسه مش هحط خميره. الخميره بنحطها اول حاجه تتاكدي ان انت ما عندكيش اسهالات، تاني حاجه من بعد وزن النص كيلو، ما تحطيش قبل كده. يعني بقى ظبط معاكي نص كيلو على 20 يوم على 15 يوم، من بعدها ابتدي ان انت تحطي خميره. بنجيب حته خميره بيره، بندوبها برضو في شويه ميه، ندوبها في شويه ميه ومعاها معلقه عسل. لو في حلبه حطي، ما فيش حلبه خلاص ميه وعسل وخميره حلوه قوي. وتبتدي ان انت تحطيها قدام الفرخ بتاعك، بشرط ان ما يكونش عنده اسهالات، عشان لو عندهم اسهالات الموضوع بيبوظ منك، الاسهال بيزيد طبعا، وبتبقى النتيجه ايه، مش كويسه خالص يعني. انا هنا قلبت اهو الميه مع العسل والحلبه. الحلبه برضو من الحاجات اللي بتزود الوزن بطريقه حلوه ما شاء الله، انا بمشي بيها برضو كل دوره، حاجه كويسه. من الحاجات اللي مش بستغنى عنها الحلبه والكركم، يعني اي عشبه بقى او اي حاجه تانية بزودها، بس اللي مش بستغنى عنهم الحلبه والكركم. بصوا قلبوا قد ايه من العلافه، انا لسه حطاها اهو، بصوا قلبوا قد ايه تحت. الله يهدي حالكم يا رب، الله يهدي حالكم. كده خلاص تمام اهو، دنيتهم تمام. حطينا الميه، حطينا طاجن علف جوه، والعلافه بره حاطينها. النهارده الحمد لله، الحمد لله اليوم ال14 بتاعنا عدى على خير من غير اي مشاكل. ان شاء الله اشوفكم بكره على خير. انا والله بحاول على قد ما اقدر اقرب لهم العلافه، هظبطها برضو معاكم بعد ما اقفل الفيديو. ان شاء الله اشوفكم بكره على خير. بكره ان شاء الله بامر الله، يا بكره يبقى نوزن، نطمن على الاوزان، نشوف الخلطات اللي هنحطها بعد ما يكملوا النص كيلو ان شاء الله. يا رب متفائله فيك خير. لو الوزن وصل زي ما انا عايزه، نشوف الخلطات اللي احنا هنبتدي نحطها، ونطمن على الاوزان مع بعض ان شاء الله بكره برضو في فيديو مع بعض ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلي دايما دعوتك دي للطير، استودعيهم عند ربنا ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يجعلها دورة خير عليا وعليكم ان شاء الله. ولو استفدتي من الفيديو، لو استفدتي من المحتوى بتاعي وحبيتي ان انت تجربي، حطي لي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله.